قبل عامين من الآن تفاجأ العالم بأسره بحدوث أمر سيغير مجرى الأحداث العالمية المتسارعة. في الآونة الأخيرة وتحديدا في عام 2020 بدأت الدولة العميقة بالتخلص من زعماء التيار اليميني واحدا تلو الآخر بالرغم من ولائهم المحض لها، ولكن الخطة القادمة توجب سيطرة اليساريين على الحكم. فها هو زعيم الحزب الجمهوري اليميني ورئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب يعزل من منصبه بعد ولايته الأولى، ويواجه زعيم الحزب اليميني الإسرائيلي نتنياهو نفس المصير، بل وحتى ميركل زعيمة الحزب اليميني الألماني التي أمضت حياتها بالدفاع عن قيم اليسار تتخلى عن منصبها لليساريين. واليوم بات عزل بوريس جونسون قائد التيار اليميني ووزير خارجية بريطانيا مسألة وقت لا أكثر، بحجة انتهاكه لبنود مسرحية كورونا. وإذا نظرت حولك الآن ستجد أن جميع الممثلين الجدد في سدة الحكم من التيار اليساري الذي يدعو بشكل علني للحد من تزايد عدد سكان العالم، فقد باتت خطط وقوانين اليساريين هي الحاكم الفعلي للعالم، ولا يسمح لأحد بالمساس بها أو الدفاع عن سنة الله في الأرض. وجميعنا يذكر ما حدث قبل أشهر من الآن. أليس هذا ما يحدث اليوم؟ أم أنك ما تزال مشغولا بتحضيرات كأس العالم وبطولات كرة القدم أو الحلقة الأخيرة من المسلسل التافه على شاشات الانحراف؟